مننساش طبعا مننساش طبعا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مننساش الدعوة لإخواتنا في فلسطين. خلينا نبدأ بالحلقة على طول. إحنا هنتكلم عن إزاي بعد الأهل عن الأبناء ونتيجتها وتأثيرها عامل إزاي. خلينا الأول يعني إحنا لما نتكلم عن حاجة اسمها بعد الآباء عن الأبناء، وهنا بنقصد بيها عادة انعدام التواصل العاطفي أو الانفصال العاطفي بين الأبناء والأبناء. ممكن ده يظهر بشكل مختلف، ممكن يكون ناتج عن عوامل متعددة زي قلة الدعم العاطفي والتواصل الضعيف والغياب العاطفي و الغياب العاطفي وقلة المشاركة في الأنشطة اليومية. يعني حضرتك أنا هقول إن يعني إيه بعد الأهل عن الأبناء؟ هي عادة انعدام الانفصال العاطفي أو انعدام التواصل. ممكن يأثر عليه إن هو انعدام قلة الدعم العاطفي والتواصل الضعيف والغياب العاطفي وقلة المشاركة. هنتكلم عن أول قلة الضعف العاطفي أو قلة الدعم العاطفي. ممكن يكون بعض الآباء عن الأبناء ممكن تبقى بعد الأهل عن الأبناء ممكن بتبقى نتيجتها إن هي بيقل التفاعل، ما بيبقاش العاطفة بين الأب والابن قليلة، وكمان ما يقدرش يعبر عن مشاكله يعبر عن مشاعره بشكل إيجابي. وكمان ممكن وبسببها أو عامة ممكن الحاجات دي تبقى بسبب إن الآباء ممكن يكونوا مشغولين بأعمالهم أو هم غير قادرين على إن هم يفهموا احتياجات أو مشاكل الأبناء. عندنا بقى التواصل الضعيف. يعني إيه التواصل الضعيف؟ لو الأبناء لو ما خدوش فرصة إن هم إزاي يتكلموا ويتعاملوا ويتواصلوا مع الآباء، ممكن يقطع ممكن في قطع في التواصل. البعد يكون ناتج عن عدم فتح قنوات فعالة للتحدث أو ابتكار إلى فهم بعض احتياجات الطرفين. يعني إيه الحتة دي؟ يعني البعد ده ممكن يكون ناتج عن إن هم ما بيقدروش يتكلموا معاهم، أو إنهم عندهم فهمهم مش قادرين يفهموا احتياجات الأبناء. ده اللي يعني. والغياب العاطفي. الغياب العاطفي معناه يعني إيه الغياب العاطفي؟ بتقول إن الأبناء ممكن أن يحدث بعد الآباء عن الأبناء، إن الآباء بيكونون غائبين عن الأبناء عن الحياة اليومية للأبناء سواء بسبب العمل المكثف أو التزامات أخرى. ممكن يؤدي إلى شعور الأبناء والوحدة وقلة الدعم العاطفي. يعني إيه الغياب العاطفي؟ ممكن ده يكون بسبب يعني إيه الغياب العاطفي ده وسببه إيه؟ سببه إن الآباء بيكونوا مشغولين أو الأهل عامة بيبقوا مشغولين عن حياتهم اليومية وغير قادرين إن هم يقعدوا مع أطفالهم بسبب أعمالهم أو شغلهم أو أي التزامات أخرى. ممكن ده بيخلي برضه ممكن يخلي شعور الأبناء بالوحدة، وفيها برضه نتيجة بسبب قلة الدعم العاطفي. عندنا كمان قلة المشاركة في الأنشطة اليومية. يعني إيه؟ لو حاول تقعد مع حضرتك، سواء كنت أب أو أم، حضرتك اقعدي مع ابنك وقت كافي إن أنتوا تعملوا له حاجة أو تقعدوا مع بعض تعملوا أنشطة تلعبوا سوا، عشان لأن الأنشطة دي لو كانت محدودة بين الآباء والأبناء ممكن يؤدي إلى انفصال عاطفي. يعني الوالد ممكن ما يكونش عنده عاطفة من ناحيتكم وافتقر إلى العاطفة والمشاعر. وكمان ممكن يكون المشاركة في الأنشطة الروتينية أو كمان العايزين أو التواصل أو الأنشطة الروتينية زي تناول الطعام معا أو القيام بأنشطة فيها زي ما أنا ما قلت، ممكن تساهم في تعزيز الرابطة العاطفية. لا، مهم إن إحنا نفهم البعد العاطفي ده، لأنه ممكن يأثر على صحة العلاقات العائلية والتنمية النفسية للأبناء، ويشجعنا على دايما
لازم نشجع إن إحنا نعزز التواصل العاطفي بين أبنائنا، وروابط قوية بين الآباء عشان يحققوا تحقيق بقى أسرية صحية. يعني لازم مهم إن إحنا نفهم البعد العاطفي ده عشان ما يأثرش على علاقاتنا، سواء كنا العائلية والتنمية النفسية للأبناء، عشان نفسية الأبناء أو الأطفال ما تتعبش عامة، عشان يقدروا يتواصلوا ويبنوا روابط قوية بين الأبناء والآباء، وممكن ده اللي بيحقق بيئة أسرية صحية وداعمة. وحضرتك إيه بقى، وزي ما قلنا برضو اتكلمنا عن بعض الأهل والحاجات اللي ممكن تترتب عليها، بعد الأهل عن الأبناء برضه بيشمل العديد من الجوانب المترتبة على هذا السلوك. إيه السلوك اللي ممكن يترتب عليه إن البعد الأهل أو الآباء عن الأبناء، سواء كان أب أو أم؟ أولاً ممكن بقى يبقى فيها تأثير كبير على العلاقات والتطور النفسي والاجتماعي، زي تأثير البعد العاطفي. إن هو يعني طالما قلنا بعد عاطفي، يبقى قلنا الانفصال العاطفي الآباء من الأبناء، يكون الأبناء عندهم ما عندهمش عاطفة تجاه الآباء بسبب بعدهم عن حياتهم، بتخليه يشعر الأبناء بالوحدة، وكمان يهملوا الاهتمام بيهم، وده بيؤديهم إلى الوحدة والإهمال العاطفي. وكمان البعد العاطفي ممكن نتيجته يؤدي إلى تأثيرات سلبية على تطور شخصية الابن. لازم لو البعد العاطفي ده ممكن يؤثر على شخصية الابن، إن هو يخليه ما عندهوش الثقة بالنفس للأبناء. التأثير على النجاح الأكاديمي والمهني. الدعم، دايما عارفين ان اي شخص لازم يبقى ينجح، لازم يبقى يلاقي دعم من الاباء عشان الابناء، طبعا وده معروف. بينما اذا كان بعد الاهل عن الابناء السبب، ده ممكن يؤدي كمان كبير. طبعا احنا عارفين ان الاباء لهم دور كبير في تحفيز الابناء عشان يحققوا النجاح في مجالاتهم. البعد العاطفي وعدم الدعم الدعم يؤدي إلى تأخر في التحصيل العلمي، يعني التحصيل العلمي عنده قليل، أو انخراط منخفض في الأنشطة الاجتماعية والرياضية. يعني إيه؟ يعني إحنا زي ما إحنا ما قلنا إن برضه إن الآباء حافز لهم دور مهم إن هم يحفزوا أطفالهم لنجاحاتهم في مجالاتهم، ولكن يعني ممكن ازاي تأثر سلبي عليهم لو الأهل بعدوا. يعني ممكن يأثر سلبي إن هو يخلي ممكن عدم انعدام وجود أو عدم وجود الدعم للأبناء بسبب بعد الآباء، إن هو عنده الحصيلة العلمية عنده، أو درجاته اللي بياخدها في المواد الدراسية عامة أو في حياته الدراسية أن تقل، وقلة وجود وعنده عنده انخراط في الأنشطة سواء كانت اجتماعية أو رياضية. وكمان ممكن بتأثر على العلاقات الاجتماعية. البعد العاطفي قد يتسبب في صعوبات في إن هو البعد العاطفي في صعوبات في بناء علاقات اجتماعية صحية للأبناء، قد يؤدي إلى نمط سلوكي مثل الانطواء أو التمرد كرد فعل على البعد العاطفي. مش فاهمين؟ نفهم يعني إيه تأثير يعني البعد العاطفي ده ممكن يأثر سلبي، إن هو ممكن يلاقي صعوبة إن هو يعمل علاقات اجتماعية بين الناس، وما يقدرش يتعامل معاهم، وكده ممكن يضروا بيه. وكمان ممكن بسببه ممكن يتحول لنمط سلوك سلبي زي الانطواء والتمرد، وده بيظهرها كردة فعل بسبب البعد العاطفي. تمام. بتأثر التأثير على الصحة النفسية. الانعزال أو عمال ممكن يسبب انعزال وبعد، زي ما احنا ما قلنا إن هو يقدر انطواء. يعني الانعزال العائلي ممكن ممكن تجيب مشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق. وكمان هناك الدعم العائلي
وممكن يكون دعم الأهل واهتمام الوالدين ممكن يكون له دور إيجابي في تعزيز الصحة النفسية للأبناء. يعني لو الانعزال أو الانعزال العائلي ممكن يكون سبب إن هو يخش في حالة الاكتئاب أو القلق، ولكن بينما إذا كان الآباء مهتمين بيهم وليس بعيدين عنهم، ممكن ده بيبقى ليه دور إيجابي إن هو بيحسن الصحة النفسية للأبناء. التأثيرات المستقبل بعد على طول ده، هل ممكن يبقى ليه تأثير في المستقبل؟ أي نعم. إزاي؟ تأثير في المستقبل ممكن في المستقبل بعض الأبناء ممكن العلاقة بين الأبناء بأنفسهم مع عائلاتهم في المستقبل. يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك ولد أو بنت، ولد لسه ما عندكش والدك أو والدك بعدين عنك، مشغولين في حياتهم المهنية وبعدين عنك. ممكن يأثر على حضرتك إن أنت على بناء عائلتك في المستقبل من زوجة وأولاد، ممكن ده وكمان ممكن يؤثر على قدرة الأبناء على التفاعل بشكل صحيح مع أبنائهم في المستقبل. يعني حضرتك أب أو ابن، حضرتك أب أهملت ابنك وبعدت عنه، هيبقى له برضه تأثير على أولاده، على أولاد ابنك في المستقبل. ممكن ما يقدرش يتعامل معاهم بشكل صحيح. حضرتك دي نتيجتها. تمام. وكمان عايزين نقول حاجه، لازم من المهم ان لازم نفهم ان التفاعل العائلي دايما ليه تاثيرات ايجابيه او سلبيه. يعتبر ازاي حضرتك التفاعل العائلي ليه تاثيرات دايما سواء كانت ايجابي او سلبي. الايجابي ان انت حضرتك اب تقعد مع ابنك تتكلم معاه وتقعد تمارسوا الانشطه سوا، تهزروا سوا، تلعبوا سوا، تاكلوا سوا. ده الايجابي. انما السلبي انت تبعد عنه وما ما تقدرش تجيبه، ما تقدرش تقعد معاه، وده ممكن يأثر بالسلب. الدعم العاطفي وكمان التواصل الفعال يعتبر الدعم العاطفي أساسيين عشان أساس وضمان تطوير صحيح وإيجابي للأبناء. وده كان نهاية فيديو النهاردة. متنسوش دعوة الفيلم. السلام عليكم.